قرار مغربي أحزن العرب. مع الأسف الشديد المغرب ينسحب من بطولة كأس أفريقيا للمحليين بالجزائر، احتج على رفض طلبه بإجراء رحلة مباشرة بين البلدين. يمكن كان هناك طلب وشرط من قبل الاتحاد المغربي لكرة القدم من أجل أن يشارك منتخب المغرب للمحليين في هذه الدورة التي تلعب في الجزائر. بإذن الرحمن الجزائر ستستضيف هذا الحدث الإفريقي، ونحن نعلم الإمكانيات الكبيرة لدولة الجزائر، وإن شاء الله سيكون التنظيم أكثر من رائع. يمكن البطولة انطلقت اليوم وبإذن الرحمن تكون رائعة ومبهرة، تضم عدد كبير من منتخبات القارة الإفريقية للمحليين. لكن الحزن والصدمة تتمثل لدينا في انسحاب المغرب من المشاركة، لأنه كان هناك طلب من قبل السلطات المغربية بأنه تكون هناك رحلة مباشرة عبر الخطوط الجوية الملكية المغربية من الرباط إلى الجزائر من أجل مشاركة منتخب بلادها في هذه الدورة. ولكن قطعا للعلاقات الدبلوماسية المتوترة لعبت دورا كبيرا في أن نحرم من أن نشاهد المنتخب المغربي في الأراضي الجزائرية. يمكن عدم وجود طيران مباشر بين البلدين احزننا جميعا، لكن حدث حتى انه في المرات السابقه ان ذهب نادي الوداد البيضاوي للمشاركه في احد المباريات بالجزائر في اطار بطوله دوري ابطال افريقيا، وذهب عن طريق تونس. يمكن حتى كان هناك ايضا فريق مغربي شارك ايضا في دوره العاب البحر الابيض المتوسط عن طريق ايضا ذهابهم لتونس. لكن الان السلطات المغربيه تمنت ان ينتهي هذا الخلاف وان نشاهد طيران مباشر، لكن مع الاسف الشديد هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل السلطات الجزائريه. اذا نتمنى في قادم الايام ان تنتهي هذه الازمه الدبلوماسيه، لاننا نعلم بأن الشعب الجزائري والمغربي يدا واحدة، وهذا ما رصدناه حتى في بطولة كأس العالم من احتفال الشعب الجزائري وفرحة الجزائريين بفوز أسود الأطلس في